النادي الاهلي ينتصر على استاد ابيجان ثلاثيه مقابل هدف بفضل الله طبعا ثم بفضل امام عاشور اللي بيخرج اداره الاهلي من عنق البستله، من عنق البلاعه. هو ما لهمش تعبير او مثال غير ده، يا بستله يا بلاعه، عشان هم ريحتهم عفنت. ايه رايك في شكل دكه الاهلي؟ ايه رايك في شكل التيم وانت ما عندكش حلول؟ ايه رايك في حسين الشحات اللي ماشي على سطر وسايب سطر؟ ايه رايك؟ ايه رايك في قلبين دفاع الاهلي؟ رامي ربيعه وياسر ابراهيم، جايب لي يوسف ايمن واشرف داري. طب يوسف ايمن المدرب مش مقتنع بيه، جايبه ليه؟ اشرف داري اصاباته كتير، طب كشفت عليه في الاول في الكشف الطبي؟ عرفت عنده اصابه مزمنه ولا لا؟ انا حاسس ان قصه محمود متولي بتتجدد معانا. محمود متولي برو ماكس المره دي، اجنبي وبيقبض بالعمله الصعبه وما بيلعبش. ضحك واداره كل يوم بتزيد فشل، وكل يوم عن التاني بتثبت جدارتها في الفشل. يعني احنا فاشلين بجداره عن جداره واستحقاق. نتكلم عن المباراه عشان احنا صياحنا بالنسبه لاداره الاهلي صياحنا طرب. صيح، اطلب صفقات، اطلب تدعيمات، مش هعمل لك اللي انت عايزه. اخر الشهر هنجيب صفقتين طفش من بوليفيا، مش عارف من السنغال، من الساحل العاج، والدنيا خلصت على كده. واخر السنه هتلاقيهم بيمشوا ونسكن بيهم الجمهور. دخل النادي الاهلي المباراه، اول دقيقتين بتضيع كورتين في منتهى السذاجه، بغض النظر عن كره حسين الشحات اللي هي اوف سايد. ايه نينجا؟ يا نينجا ده فينش يا نينجا، يا نينجا يا نينجا يا وحش. مش حلقت يا معلم وانضميت لك لقسم العلوم؟ ما هي دلوقتي الاهلي قسم العلوم، قسم الخولنه هو دلوقتي ده الموجود في اوضه اللبس. مش انضميت لقسم العلوم وحلقت لي يا نينجا؟ ما انت كنت عامل ماتش سموحه 10 على 10، اعمل لي ماتشين حلو، كمل ماتشين بس. انا عايزك ماتشين، مش بقول لك 10 ماتشات، لا انا عايز ماتشين كويس، ادائك كويس. هو الحكم رافع اوف سايد، الكوره ما فيهاش حاجه وللاسف ما فيش فار.